حينفع يا هذا. فاتصلت على دكتوري وفعلا جاب لي يعني كمية بسيطة، وعملت جروب في العين، وقعدت أبيع للنسوان، وعملت علاقة بحذر. أخاف إنه أنا أرسل مقاطع صوتية عشان ما يسمعوني الناس السودان ويعملوا مشكلة وبرنامج زي ده. أخاف، في نفس الوقت لازم أشتغل. يعني الشغل لما يكون يعني ما فيه أمان كارثة. أنا شغالة وما حاسة بالأمان، شغالة وخايفة من الشارع وخايفة من الناس وخايفة وبتلفت وأنا ماشية. يعني بديت كده تعبانة بالموقف الأخير اللي أنا حكيته لكم يا جماعة. تمام. فكنت في البيت، وعلى فكرة ما كان عندي عفش نهاية إطلاقا، إحنا قاعدين على الأرض والعيال كلنا مع بعض، وكان في غرفة واحدة. الناس الجديدة ما حتفهموا إلا عيد لكم من الأول، فخلونا نحكي للناس القديمة لأنه كان في حكاوي كتير. تمام. كبسوا كبسوا يا حبايبي يا حلوين، كبسوا. تمام. فما كان في عفش، كلنا كنا قاعدين لكن حلوين، لكن ماما قاعدة. العيال حاسين بالأمان، أنا حاسة بالأمان أن الله موجود، بس لازم يعني أخذ حذري، لأنه أنا جاي من معركة وجاي من تعب، جاي من شيء سيء جدا حكيته لكم. فكنت يعني باخذ الحذر إنه الناس دي كان عندهم صلات قوية جدا، حتى يعني عندهم علاقات حتى خارج السودان يعني. المهم، فممكن الله سبحانه وتعالى يجيب المصيبة ويجيب الاختبار والابتلاء لخير لك، والله لخير لك. وقتها كبسوا يا جماعة، كبسوا بجد، كبسوا كبسوا كبسوا. وقتها يا سامعين صوتي؟ أي ما قلت لك، شفت البها والإشباها لازم يجوا، شفت البها والإشباها لازم يجوا. أنا عندي أعداء كتير يا جماعة، فكبسوا يا حبايبي يا حلوين. تمام. تمام. ما تقفوا من التكبيس، معلش أتعبكم يعني، بس لغاية اللايف هسه بينتهي. المهم إنه الآن أنت لو عندك مشكلة، الآن أنت لو ما رضيانة من شيء، الآن أنت لو متعذبة، الآن أنت لو مقهورة، صدقيني 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 لخير ليكي. بس إنك أنت تحاولي تطلعي من اللي أنت فيه وتفكري تحلي مشكلتك الآن، لكن تصدقي المشكلة الآن اللي أنت فيها دي الآن لخير ليكي. اتذكري كلام هذا، شو لخير لك، والله لخير لك. تمام. الناس اللي بقدموا قصة حقبلوا، بس انتهي من كلامي وحقبل لكم، ما في مشكلة. فأنا بقول ليه يعني أنا كده؟ ليه كل الناس اللي في عمري وكل النسوان عندهم راجل داعم؟ أنا زوجي متوفي طبعا كان، وليه أنا زوجي توفى؟ ليه أنا عندي مشاكل؟ وليه أنا يعني أنا ليه المسؤولة؟ ليه المسؤولة من العيال دي؟ أنا ليه أدفع؟ ليه؟ كنت بقول كده وببكي وتعبانة، لكن ما كنت عارفة إنه في خير ربنا محضره ليا. وقتها لو أنت كلمتيني وجيتي قلت لي هلا شو ده الخير لك، حقول لك خير شنو؟ أقول لك أنا تعبانة ما قادرة آكل، تعبانة ما قادرة أدفع الإيجار، تعبانة ما شاء الله تبارك الله عندي عيال. خير وين؟ الخير وين؟ أنا ما فاهمة. تتكلم عن شنو؟ تتكلم عن خيال أنت؟ كنت حاجة أقول لك الكلام ده أنا، لأنه قدر ما أنا أحكي ما حتلاقيك أنت الآن اللي عندك مشكلة. مهما تسمعي هالة حتقولي هالة ما حتحس بالألم، حتقولي الكلام ده يا ماما، لكن